عارف القرفة بتتحصد إزاي؟ القصة بتبدأ لما العمال يشيلوا القشرة الخارجية من شجرة القرفة بعناية وينضفوها بسكينة مخصوصة. الخطوة دي مش بس بتشيل الشوائب، لكن كمان بتقلل من المرارة وبتخلي الطعم أنقى وأحلى في الريحة. بعد كده بيقطعوا القشرة، يرققوها على طبقات رفيعة ويبدأوا يلفوها على شكل أعواد، وأثناء اللف الريحة الحلوة الدافئة بتملأ المكان وساعتها بتشمها من بعيد. وبعدين بيحصل إيه في الشجرة؟ للأسف الشجرة بتموت بعد ما تاخد منها القشر، بس الجذور بتفضل حية وبتطلع فروع جديدة بعد كام سنة، وبيقدروا يحصدوها تاني بعد 5 سنين. وده اللي بيخلي القرفة مورد متجدد وصديق للبيئة. طب إيه القرفة بالظبط؟ هي جاية من شجرة اسمها سيناموم، وأصل الشجرة دي من سريلانكا وجنوب الهند. القرفة من أقدم التوابل في العالم، وممكن تستخدمها في الحلويات والمشروبات وحتى في الأكلات الحادقة. لو أنت من محبين القرفة قول لي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد، وشكرا.